مش هتحتاج تاخد قرض علشان تاكل أكلة سمك زي ديت على البحر. في زيارتنا الأخيرة لإسكندرية واللي كانت يوم صد رد كان طبيعي إننا ناكل أكلة السمك. التجربة بتكون مختلفة، بنروح السوق وبنختار أنواع الأسماك بنفسنا من أماكن مختلفة. اشترينا جمبري وكابوريا وجندوفلي وصبيط وسمك بوري، بعدها بنيجي وبنسويهم هنا في أماكن التسوية. بتستمتع بالتجربة بالكامل والأكل بيستوي قدامك. بعدها بتاخد الأكل وتطلع على شاطئ بحر المميز دوت، بتقعد وبتاكل على البحر حرفيا. اثناء التسويه هنا طبعا بتقدر ان هو بيسوي لك الجمبري بتاعك، انك تطلع لك منه الشوربه ديت اللي خلينا ندوقها ونشوف عامله ازاي. الطعم بتاعها عظمه جدا، هي الفايده كلها بتاعت الجمبري كله تعتبر نازله هنا. كمان جبنا الجمبري دوت اللي مفترض ان هو بيبقى معمول طاجن، واللي بيطلع منه الشوربه دي زي ما قلنا لكم يعني. الطعم بتاعه عالمي، بس هو الملح بتاعه قليل شويه، عشان كده حاولوا تطلبوا منه ملح او كمون زياده معاكم يعني. كمان جبنا جمبري مقلي بيسيب الراس والديل بتاعه زي ما هم. دايما الحاجات المقليه والقشريات بيجتمعوا مع بعض، بتلاقي الطعم بتاعهم ظاهر كتير جدا عن دوت. بعد كده كمان جبنا الصبيط دوت اللي طبعا سعره مختلف عن المطاعم الكبيره، بنتكلم طبعا في 220، بالتسويه دخل في 300 جنيه تقريبا. الطعم بتاعه جامد جدا. كمان جبنا الكابوريا النيتي اللي قدامكم ديت، زي ما انتم شايفين البطروخ جواها عامل ازاي. طبعا الحجم بتاعها مش ضخم، لكن مبطرخه زي ما انتم شايفين. الطعم بتاعها خطير خطير جدا. البطروخ كمان معظم الطعم قوي. البسله دي كمان من الحاجات اللي ما تحاولوش تنسوها، بتكون طعمها جميل جدا واقرب شويه للجمبري. كمان الجندوفلي ده اللي ما اعرفش ليه سعره وصل للمرحله دي بقى ب 200 جنيه، بس الطعم بتاعه جامد جدا. كمان عندنا هنا سمكه البوري ديت، اللي طبعا اول ضربه فيها بتبقى من عند الظهر كده زي ما انتم شايفين. ده منظر اللحم اللي فيها. وطبعا السلطات عنده ما تنسوش طبعا البتنجان اللي يعتبر تحفه جدا مع السمك. التجربة بتكون مختلفة وممتعة، مش بتحتاج انك تدفع رقم ضخم علشان تاكل أكلة زي ديت. الحلقة حاليا على القناة، تقدروا تتفرجوا عليها.